أحد السادة من الخطباء يقرأ في دولة من دول أوروبا، لعله في أستراليا على ما أتذكر. هذا الخطيب يقرأ في أيام محرم، أيام عاشوراء، مجالس على الحسين سلام الله عليه. تعرفون الخطيب لما يجلس على المنبر يحفظ الوجوه، إذا تكرر يوم يومين 3 أيام يحفظ الوجوه. هذا الشخص يجلس بهذا المكان، الحجي الله يحفظه يجلس بهذا المكان، يحفظ حتى الأماكن. كان واحد يجلس قريب من المنبر، دائما مكانه المفضل يقعد قريب من المنبر، وإلى دمعة خاصة وونة خاصة، بعض الأحيان تسمعون هذا الخطيب يقول أنا حفظت واحد من الوجوه يجلس قريب المنبر، هذا إلى ونة خاصة، يحرك المجلس. يوم من الأيام يقول فقدته، ما شفته، حسيت أكو برود بالمجلس. سألتهم قلت لهم أكو شخص كان يقعد يم المنبر هذا ما شفته اليوم، يوم ثاني أيضا ما حضر. قالوا له سيدنا هذا الشخص المؤمن الموالي صارت عنده مصيبة. شنو هاي المصيبة؟ قالوا له سيدنا هذا الرجل عنده بنت عمرها 4 سنوات، وهاي البنت أصيبت بمرض السرطان أجارنا الله وإياكم. فيقول قالوا له سيدنا هذا الشخص عنده بنت عمرها 4 سنوات، وهاي البنت أصيبت بمرض السرطان والآن بالمستشفى، والأطباء خبروه قالوا له هاي البنت شهر شهرين 3 تموت، أشهر وتودع الحياة. واي صعبة. ها اللي عندهم بنات وعندهم أطفال يعرفون هذا المعنى، خصوصا البنت الصغيرة إلها مكانة في قلب الأب. فقال لهم هسه وين هو؟ قالوا له بالمستشفى، ما يترك بنته. الأطباء قالوا له أشهر وتموت، وما يقدر يترك بنته أبدا. السيد قال لابد أزور هذا الرجل، صاحب حق علي، لابد أزوره. هذا مؤمن صاحب دمعة حسينية. فعلا يقول زرته إلى المستشفى، يقول واقعا لما وصلت إلى المستشفى هواي تأذيت لما شفته. يقول شفته قاعد على ركبه، لازم ايد بنته يبوسها يقبلها ويبكي. بنت صغيرة وتريد تودع الحياة، ويشوفها تذبل يوم بعد يوم. يقول لما دخلت وشفته بذيك الحالة انكسر قلبي. يقول سلمت عليه، يقول هو لما شافني زاد بكاء وصار يصرخ بالمستشفى، سيدنا وين أروح؟ وين أتوجه؟ انسدت الأبواب بوجهي. يقول أنا هدأته صبرته، قلت له أنت مؤمن لازم تصبر، بلاء الله يبتلي الإنسان المؤمن. بهاللحظات يقول انقدح بذهني، تذكرت مسألة بالروايات، رواياتنا تقول اللي المؤمن اللي يصير عنده مشكلة، حاجة، مريض، وين يتوجه؟ ويشوف كل الأبواب انسدت بوجهه، بعد ماكو طريق، وين يروح؟ الروايات تقول يتوجه إلى إمام زمانه. أين باب الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ عندنا بالروايات اللي عنده حاجة، المريض اللي عنده مشكلة، عنده قضية همة، مغموم محزون، يتوجه لإمام زمانه، يكتب رسالة للإمام. رقعة، الروايات تقول اكتب رقعة يعني رسالة للإمام سلام الله عليه. هاي الرسالة لو تخليها في نهر ماء جاري، نهر بحر، أو تخليها في بئر، أو تجعلها في طين قبر الحسين سلام الله عليه، تراب الإمام الحسين، تربة الإمام الحسين، تسويها طين وتخلي هاي الرسالة بداخل هذا الطين. الإمام سلام الله عليه يعرف، يلتفت إلى مسألتك، يقول علمته، قلت له أنت ليش ما تكتب رسالة؟ أنت تشوف الأبواب كلها مسدودة عليك، ليش ما تكتب رسالة لإمام زمانك؟ يقول علمته شلون يكتب الرسالة، لكن قلت له إذا كتبت الرسالة حلف الإمام، اقسم على الإمام بقسم عزيز على قلب الإمام، حتى يجي الجواب سريع.
إمام زمانك يجاوبك جواب سريع. فعلا يقول الرجل كتب الرسالة، كتب الرقعة، ورا كم يوم، 4 أيام 5 أيام، الأطباء اجوا يفحصون البنت، شافوا البنت عندها نشاط، البنت حالتها متحسنة. قاموا بالفحوصات وجدوا أنه ما فيها أثر للمرض. استغربوا، كرروا الفحوصات، ما لقوا أي أثر للمرض أبدا. اتصلوا على والدها، كان الوالد خارج المستشفى، قال له لا أبشر، تعال بنتك شفيت من المرض تماما، ما بها أي أثر للمرض. مو صعبة على الإمام، لا لا لا. لما اجى يقول لقى واحد من الأطباء المسيحيين، مسيحي، دكتور مسيحي، الظاهر مسيحي متدين، شافوه يبكي، شافه يبكي، قال له شنو اللي صار؟ قال له يمكن المسيح اجى ومسح على راسها وطيب هاي البنت، شافاها من مرضها. قال له لا لا، اللي مسح على راسها وطيبها إمام زماننا. أنا توجهت للباب اللي لا يغلق، باب الله اللي لا يغلق، إمام زماننا روحي فداه. سيدي يا صاحب الزمان، أنت جاي تنظر وتشوفنا وتشوف شيعتك محبوك، هذه مو صعبة على الإمام، لكن خلينا نشوف هذا المؤمن شنو كتب بالرسالة، بحيث جواب الإمام اجى سريع. ماذا كتب؟ بأي شيء أقسم على الإمام بحيث جاء جواب الإمام سريع. السيد قال له حلف الإمام، اقسم على الإمام، توسل بالإمام بقسم عزيز على قلب الإمام. الرجل هكذا كتب: يا مؤمنين يا شيعة، كتب سيدي يا صاحب الزمان، بنتي مريضة وماكو شفاء إلا على يدك الشريفة سيدي يا ابن رسول الله. سيدي أقسم عليك بقسم عزيز على قلبك، هذا القسم وهاي المصيبة اللي راح يقسم عليها الإمام سلام الله عليه، هاي المصيبة اللي أبكت إمامنا زين العابدين دمه لما إجاء أبو حمزة الثمالي وسأله شنو أقسم عليه هذا الرجل. أقسم على الإمام سلام الله عليه، قال له سيدي يا صاحب الزمان، أقسم عليك بثياب عمتك زينب، سيدي بهدوم عمتك زينب، بعباية عمتك زينب.